ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد عندي 20 سنه، في كليه استثمار وبنوك. النهارده جاي اكلمكم عن الفرق بين السوفت سكيلز والهارد سكيلز. يلا بينا نبدا. بداية كده هنتكلم عن السوفت سكيلز. السوفت سكيلز بتبقى عباره عن مهارات الناعمه. المهارات الناعمه دي بتبقى عباره عن المهارات اللي انت بتمارسها وانت شغال، يعني شغال في حياتك عامه، فكل حاجه. يعني مثلا الكوميونيكيشن اللي هو التواصل مع الناس، اللي هو التواصل مع صديق ليك اللي انت معاك في الجامعة، معاك في الشغل، معاك في اي حاجة، او واقف على الكاشير مثلا مع عميل. فالكوميونيكيشن يعني له حد كبير في ذاتنا، اللي هو بيقوينا اللي احنا نتعلم حاجات هتنفعنا في حياتنا العملية. المهارات اللي هي سرعة البديهة، ان انت تخلي عندك سرعة بديهة مع العميل، مع اي حد عامة. انت شغال دلوقتي على الكاشير، او حاجه حصلت مثلا نسيت اوردر، انت واقف على الكاشير ونسيت اوردر لعميله مثلا. انا شغال في سينما، هحكي لكم موقف حصل معايا، هو عباره عن سرعه بديهه. فكنت واقف على الكاشير، فدخل عليا عميله طلبت الاوردر، قلت تمام عادي، طلعت الاوردر. قلت لها استنى، اتفضل استريح حضرتك والاوردر هيبقى جاهز. فجه عليا اوردرين تلاته، فنسيت الاوردر بتاعها. فطبعا نسيت الاوردر بتاعها، الموضوع بقى انا نسيت خالص. لقيتها دخلت عليا بعدها بنص ساعه، قالت لي الناس كلها قاعده بتاخد اوردرات وانا ما خدتش الاوردر بتاعي. وانا كنت لسه يعني اول شغل ليا، فمش فاهم اعمل ايه، ومعرفتش اتكلم، والمدير كان جنبي. اتلجلجت قلت لها حاضر يا استاذه، الاوردر هيبقى عندك دايما على طول ومعرفش ايه وكده. فزعقت معايا عشان حتى مفكرتش يبقى عندي سرعه بديهه بعد كده. بس كنت بقى عندي رد فعل للكلام ده. فلما جه عليا عميل قبل كده، قلت له يا فندم الشغل عندك بالفرن بس يطلع وهطلعه لك على طول. فانت اكتسبت اللي انت فرحت العميل، انت هتطلع له حاجه فريش ده لسه جديده، وفي نفس الوقت العميل انت كده مش ناسيه، انت كده فاكره لسه. فانت بقول لك على حاجه اللي انت لو غلطت فيها تبقى عارف انت هتعمل ايه. تاني حاجه اللي هي تايم مانجمنت، اللي هي اداره الوقت. انت ازاي تدير وقتك؟ ازاي تدير وقتك في الشغل، في الجيم، في الدراسة، في كل الكلام ده. انا عامة يعني كانت بتبقى صعبة بالنسبة لي، فعشان مثلا ساعات بنزل شفت بالليل، شفت الصبح، وبيبقى عندي كلية، بيكون عندي جيم، فلازم انا اهتم في الحاجات دي كلها. فكنت عرفت ادير وقتي في الاجازة، ان انا بنزل بصحى مثلا الصبح، انا ميعاد شغلي الساعة 8، فبصحى الصبح على الساعة 6، احضر لي الاكل بتاعي وبعدين اكل، وبعد كده انزل على الشغل، اخلص شغل، اروح مثلا اخلص شغل على الساعة 5، اروح على الجيم الساعة 6 7، اخلص جيم، اروح اشوف هعمل حاجات تانية، اتعلم حاجة جديدة. ف التايم مانجمنت مهم جدا لحياتك، انك تعرف تدير وقتك، تعرف تنظم كل حاجة انت هتعملها، حتى في الشيفت عامة، عشان تعرف تدير الشيفت. لو هت... لما تبقى تيم ليدر ان شاء الله، فتعرف تدير شيفتك ازاي، تعرف تهتم بالتفاصيل، تعرف تشتغل كويس، تعرف اللي هتعمله الاول واخر حاجه هتعملها، عشان تنظم وقتك لحد ما تخلص. واليوم لازم يكون مترتب على كده، وممكن تعمل نفسك ليست عشان تعمل ايه بكره. فإدارة الوقت مهم جدا في حياتك. نخش على تالت حاجه، وهي التيم ليدر. التيم ليدر مهم جدا في حياتنا. هو بيتكلم عن الشخصيه عامه. لو عندك شخصيه هتعرف تعمل تيم ليدر كويس جدا، تبقى ليدر شيب، ان انت تعرف تدير شيفتك، تعرف يبقى عندك شخصيه، تعرف تحل مشاكل، تعرف تحل كل الكلام ده. فهي معروفة الشخصية. لو انت شخصية ومش شاطر عادي، كده كده الشغل مع الشغل هتبقى شاطر، بس هي الشخصية أهم حاجة. لازم يبقى عندك شخصية قوية جدا عشان تعرف تبقى حاجة عامة، يعني تعرف تشتغل، تبقى سوبرفايزر، مدير شيفت، مدير فرع، مدير مكان، سواء بقى كول سنتر، كاستمر سيرفيس، ريستورانت، اي حاجه. انت الليدرشيب مهم جدا في حياتك، وهو اول حاجه حطها في دماغك عشان تبقى ليدرشيب هي الشخصيه. اهم حاجه الشخصيه مهمه جدا في حياتنا، لازم نحافظ عليها. ما مش كل حاجه بنعامل الناس بلطف وكل الكلام ده، لا، هو مهم جدا انك تتعلم الليدرشيب عشان تعرف تدير وقتك، وتعرف تدير شيفتك، وتعمل كل حاجه كويسه.
ف بجد انا بتكلم بجد، يعني انا جات عليا وقت انا مكنتش قادر اكمل، عشان انا كنت بقالي في المكان ده كتير، ومعروف ان انا بهزر وبضحك كتير وعامل يعني على طول مبعملش مشاكل وفي حالي وكده، والناس كانت مثلا تهزر وتيجي عليا فانا كنت بسكت، فالموضوع ما كانش حلو جدا. بس انا مخرجتش من المكان ده، انا عملت الاصعب منه وعرفت الحمد لله ان اكون شخصيتي وانا في المكان ده، ولسه زي ما أنا. اترقيت والحمد لله. فهي موضوع بتبقى تحدي بالنسبة لك، لو انت عايز حاجة هتعملها، فاهمني؟ هي الموضوع بيبقى كده. فأهم حاجة السوفت سكيلز بالنسبة لي هي سرعة بديهة، اللي هي تخليك عندك سرعة بديهة وسرعة رد فعل لأي موقف هيحصل. هي دي أهم حاجة في السوفت سكيلز. communication، time management، leadership أو team leader، فهو ده مهم جدا. الحاجات دي مهمة جدا لحياتك، فأنت لازم تتعلمها كويس. هنخش الهارد سكيلز، وهي عبارة عن المهارات الصعبة، المهارات اللي صعب تكتسبها، اللي انت لازم تتعلمها جدا جدا جدا، واكتريتها او غالبيتها هي اكواد. هي بتبقى زي لغات البرمجة اللي هي بروجرامينج، خليك في البروجرامينج، في الام اس كيو، سوفت وير تيستنج، سايبر سيكيورتي، كل الكلام ده موجود في الهارد سكيلز. الهارد سكيلز صعبة جدا، بس هي كهواية هتحبها يعني.